كيفاش بميزانيه جدا صغيره تقدر تبني امبراطوريات مطاعم عالميه. راس المال هو فعلا مشكل عند بزاف ديال الشباب، فكيفاش براس مال صغير تقدر تبني واحد المشروع اللي هو صغير وتخلي عنده فروع في العالم كامل؟ فاشنو هما لي زاستيوس اللي انت ما عارفش واللي يقدروا يخليو المشروع ديالك يتوسع بزاف ديال المدن وحتى الدول؟ علاش لا؟ في هذا الفيديو غادي نخليك تعرف السر اللي كان عارفه فريد دي لوكا واللي انت ما عارفوش، واللي خلاه ينجح ويوليو عنده فروع في العالم كامل رغم انه بدا بواحد البيدجي اللي هو صغير بزاف. والواعره حتى داك البيدجي الصغير حتى هو كان غير مسلفو. ولانك يا عزيزي المشاهد لا ترى الى الفصل الاخير من القصه، دعني اطلعك على باقي القصه. يلا نبدا. bone marrow transplant in October, and then since then I've been strengthening, back to work and working with the team every day. Well, look, when I first came down with leukemia, I was really out of. فقبل ما نبدا غادي نقول لك باللي الهضره اللي غادي تقال في هذا الفيديو مهمه بزاف وخطيره جدا. انا متاكده الا تستعملات كما يجب، استغلات كما يجب، ثق بيا غديك غتنقلك لواحد النقطه ما عمرك كنتي كتخيلها. واقسم بالذي احل القسم انه المعلومات اللي غادي تعرف في هذا الفيديو ممكن يبدلوا حياتك. عقل على هذه الهضره وغتجي عندي واحد النهار وترحم لي الوالدين على هادشي اللي قلت لك في هذا الفيديو. فركز معايا مزيان وعطيني ودنك حتى الاخر. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ انا الحمد لله بخير. الا كنتي اول مره غتشوف هذه القناه، انا كوثر منتصر مقدمه هذا البرنامج. وفكره القناه هي انني نخليك تعرف على الاسرار والافكار اللي كيعتمدوهم الشخصيات الناجحه في حياتهم. حنا ديما تنعرفوا نقطه الوصول ولكن ما عمرنا عرفنا نقطه البدايه، الطريق كيفاش كانت. وهذا هو الدور ديالي في هذه القناه. فإلا عجبتكم الفكره ديال القناه ما تنساش تدعمني بالاشتراك ديالك، والدعم ديالك مهم جدا بالنسبه لي. فريد دي لوكا هو رائد اعمال امريكي تزاد في 3 اكتوبر 1947 في بروكلين في نيويورك، ومات في 15 سبتمبر 2015. تشتهر بسلسلة مطاعم الوجبات السريعة سابواي، واللي بدات أصلا كمشروع صغير باش يقدر يمول الدراسة الجامعية ديالو ويحقق التخصص ديال أحلامه اللي كان هو الطب، واللي تحول من بعد لوحدة من أكبر سلسلة مطاعم في العالم. ولا دي لوكا رمز للريادة في الأعمال، سيرتو أن سميتو ولات مرادف للنجاح من الصفر. غادي نجيكم من الآخر وغادي نعطيكم الخلاصة ديال القصة ديال فريد دي لوكا. فريد دي لوكا ولا ناجح بالفضل ديال جوج استراتيجيات. الاولى انه قلب على واحد المشكله اللي كانت عند الناس وقدر يحلها. الثانيه هو السر اللي كان عارفو دي لوكا وخلاه يبني علامه تجاريه عالميه من والو. واش في خبارك بعدا باللي فريد دي لوكا قدر يبني اول مطعم ديالو بكريدي ديال $1000 اللي كتعادل تقريبا واحد 10000 درهم مغربيه؟ واش في نظرك انت اللي كتشوف فيا دابا غادي تقدر تبني علامه تجاريه من الزيرو؟ نعطيك الجواب، غتقدر باذن الله. غادي تقدر تبني علامه تجاريه من الزيرو، وغادي نعلمك من دابا واحد شويه كيفاش. دي لوكا تزاد في عائله فقيره من المهاجرين الايطاليين، عاشوا في ظروف صعيبه وتحولوا شحال من مره في مدينه نيويورك، كل مره كيتنقلوا لبلاصه. ديك الحاله اللي كانت فيها العائله ديالو يا صديقي كانت جدا مزريه، وهذا الشيء خلى فريد دي لوكا يخرج يخدم من صغره. وغادي تلاحظوا بلي جميع القصص اللي كنت عاودت لكم من قبل ديال الناس اللي كانوا ناجحين في حياتهم اضطروا يخرجوا يخدموا من صغرهم، وكانوا كاملين مضطرين باش يخرجوا يخدموا بسبب الظروف المزريه اللي كانت كتعيش فيها عائلتهم. باش تعرف باللي الفقر راه ماشي شي حاجه خايبه، يقدر يكون هو الحافز باش انك تقدر تبدل حياتك. المراهقه ديال دي لوكا هي ما كانتش مختلفه بزاف، دوزها في الكرفي والتماره باش يقدر يعين العائله ديالو. خدم في بزاف ديال الوظائف، وصل الصحف، خدم في البقاله، وخدم في بزاف ديال الحوايج. هاد الخدامين الاجر ديالهم كان بسيط جدا، ولكن الحاجه اللي نقدر نقول لكم باللي دي لوكا استفدها من هاد الخدامي هي ليكسبيريونس. خرج بواحد التجربه من كاع هاد الخدامي اللي دوز. روبرت كيوساكي في كتاب الاب الغني والاب الفقير، كل مره ترجع لكم لروبرت كيوساكي حيت كل مره كنلقى بلي عنده صح في شي حاجه. روبرت كيوساكي تيقول لك الا تعرضوا لك جوج ديال الوظائف، وحده الاجر ديالها زوين بزاف ولكن ما تعلم فيها حتى شي حاجه، وحده الاجر ديالها ضعيف ولكن غتعلم فيها بزاف ديال الحوايج، فبلا ما تفكر جوج مرات وغتختار الوظيفه الثانيه، حيت ديك الوظيفه الثانيه هي اللي غتخليك تبني رصيد معرفي وتاخذ تجارب اللي غادي يعاونوك في المستقبل. كيقول روبرت كيوساكي الوظائف ليست نهايه الطريق، بل هي منصه للتعلم والتطوير. كل تجربه وظيفيه تقدم لك دروسا يمكن الاستفاده منها لتحقيق الاستقلال المالي
وبناء ثروه. ومن الزهر ديال فريد دي لوكا ماشي هو اللي تعطاتو حريه الاختيار باش يختار الوظيفه اللي بغا، هو اضطر بسبب الظروف اللي كيعيشها انه يخدم فاش ما والو، وهذا الشيء غادي يخليه يتعلم بزز منه. واخا الظروف ديالو كانت صعيبه، هادشي خلى عنده شغف باش يتفوق في الدراسه ديالو ويتعلم اكثر، وكان ديما كيحاول يلقى حلول لتحديات الحياه. فعلاش اللي مبداش كيقول انا ما عندي زهر، انا ظروفي خايبين، الدوله ما عطاتنيش؟ علاش هو اللي ما لصقاش في الدوله؟ علاش؟ حيت اختار يركز على حياته اكثر، اختار يركز على الحوايج اللي هو ممكن يبدلهم، الحوايج اللي عنده السيطره عليهم، وماشي الحوايج الخارجيه اللي ما يقدرش يتحكم فيهم. راه كلنا عندنا ظروف صعيبه، كلنا كنعانيو من شي حاجه في الحياه، كلنا غادا بينا الحياه عكس داكشي اللي حنا كنتمناو. اول عاده اكتسبتها في العادات السبع للناس الاكثر فعاليه هي المبادره. اول عاده اساسيه للنجاح هي انك تاخذ المبادره باش تبدل حياتك للاحسن، وهذا الشيء بانك تركز على الحوايج اللي عندك القدره تتحكم فيهم وماشي الحوايج الخارجيه اللي دايره بك. نعطيكم شي مثال. مثلا انا راه ما تزاديتش في فمي ملعقه من ذهب، راه داكشي اللي دوزته في حياتي عالم به غير الله، ولكن ما عمرني ربيت يدي وبقيت غير كنتشكى. الامانه راه كنتشكى مره كذوب على الله حرام، من ديما كنت كنحاول نلقى حلول للظروف ديالي بداكشي اللي انا كنقدر نتحكم فيه وماشي الظروف الخارجيه. غنعطيكم مثال اكثر دقه. مثلا انا راه ما نقدرش نتحكم في عدد المشتركين، ولكن عندي القدره نتحكم في العدد ديال الفيديوهات اللي غادي نحط، وهما اللي غادي يجيبوا لي متابعين اكثر، ودوك المتابعين اللي تفرجوا في الفيديوهات ديالي غادي يخليوني نربح مدخول بسيط في كل شهر. داك المدخول مع الوقت غادي يبقى يتزاد، وهذا الشيء ممكن يبدل الوضعيه ديالي اللي انا كنعيش فيها. فهذا مثال على داكشي اللي ممكن نتحكموا فيه، واللي في النتيجه غيؤدي للظروف اللي انت ما كتقدرش تتحكم فيهم حتى هما غادي يتبدلوا. فريد دي لوكا كان عنده حلم انه يدخل التخصص ديال الطب، وحيت الظروف ديالو كانت صعيبه ما عندوش القدره باش يخلص الجامعه، اختار انه يركز في شي حاجه اللي ممكن انها تجيب ليه الفلوس. اشنو كانت هاد الحاجه في ديك الوقيته؟ كانت هي الخدمه. ديك الخدمه ولو انها بسيطه فراه في الاخر ديال الشهر على الاقل كتخلي ليه واحد المدخول اللي صغير وكيعاونو. واحد النهار هو جالس في الدار جا عندهم واحد الضيف، هاد الضيف هو واحد الطبيب كان صديق ديال العائله. فاشنو دار دي لوكا؟ بكثره الشغف ديالو التخصص ديال الطب شطار عندك الطبيب وبدا كيسولو، كيعاود ليه على الحاله ديالو كيفاش دايره، الحاله الصعبه اللي كيعيش فيها، وكيعاود ليه على الحلم اللي هو باغي يوليه. حتى انا راه بغيت نكون طبيب بحالك. عاود ليه كلشي، المشاكل ديالو، الحلم ديالو، كلشي، حتى حاجه ما زقلها. فاشنو دار داك الطبيب؟ حط دي لوكا قدامه وبدا كيعاود ليه القصه ديال واحد السيد كان بدا محل صغير ديال وجبات سريعه، ومن بعد وسعهم ولاو عنده فروع في العالم كامل. باش تعرف اهميه القصص اللي كنعاود لكم، راه ماشي كنعاود لكم غير المتعه، وانما راه خصكم ديو شي حاجه من هاد القصص. عاود ليه القصه من ا حتى لزاد، كيفاش داك السيد دار حتى بنا اول مطعم ديالو، وكيفاش دار حتى وسع الفروع ديالو في العالم كامل. وقال ليه شوف دي لوكا، راه حتى انت تقدر تبني شي مشروع صغير بحال هكا، ولكن الوضعيه الماليه ديال دي لوكا ما كانتش كتقدر تسمح ليه باش يحل حتى هو شي محل صغير. هادشي اللي خلى الطبيب يقترح عليه انه يسلفو $1000، وكانت هذيك $1000 هي الانطلاقه باش يحقق ثروه من بعد. فإلا كان قدر دي لوكا يحقق ثروه ببيدجي ديال $1000، غتقول لي انت شنو اللي غادي يمنعك باش حتى انت تحقق هاد الثروه؟ كنت حطيت ستوري في انستغرام سولتكم الا جا شي واحد وسلفك 10,000 درهم مغربيه وقال لك هاد القدر غادي تقدر تبدل به حياتك، اشنو الحاجه اللي ممكن دير؟ انت دابا راه كنسولك نفس السؤال، الا جا عندك شي واحد وعطاك كريديت ديال 10,000 درهم مغربيه وقال لك هاك باش تبدل حياتك، اشنو ممكن دير بهاد لاصون؟ عطيني الجواب دابا لتحت في التعاليق. وللعلم كانوا معظم الاجابات اللي تلقيتهم على هذا السؤال هو انه هذا البادجي اصلا ما كافيني ندير به حتى شي حاجه. وانا غادي نقول لك بلي هذا البادجي انت اصلا ما محتاجوش باش تبني ثروه، حيت انت قادر تبني ثروه من الزيرو بلا ما يتسحب لك بلي راه كنكذب عليك. انا داويه معاك بصح وغادي نعلمك دابا كيفاش. واخا نقول لك واحد الحاجه، بلي انت الظروف ديالك دابا احسن من دي لوكا اللي كان عايش في ديك الحقبه الزمنيه. انت في حقبه زمنيه مختلفه عليه، عندك جميع الوسائل اللي ممكن يحققوا لك ثروه من والو. حنا حاليا كنعيشوا في عصر السرعه، الا استغليتي هادشي اللي في ايديك دابا غادي يديك بعيد من بعد. واقل حاجه هي انه الاغلبيه فينا عندهم هاد جوج حوايج، التليفون والويفي. بغيتي نماذج ديال الحوايج اللي تقدر ديرهم بهاد جوج حوايج على راسي وعيني. عندكم اول حاجه هي صناعه المحتوى، واول منصه هي منصه يوتيوب. تقدر تبدا عليها واحد المحتوى اللي ممكن تدخل به مدخول شهري من بعد.
واكيد غتكون كتشوف المداخيل اللي كيدخلوا صناع المحتوى من هذه المنصه الرقميه. واشهر مثال على هذا الشيء هو صانع المحتوى ابو فلال اللي بدا من الزيرو. راه كنت عاودت لكم القصه ديالو، واللي قدر يوصل 42.4 مليون متابع من والو. وهذا الرقم ممكن يحقق ليه مدخول شهري اللي واخا تخدم بالليل والنهار ما غاديش تقدر توصل ليه. والله يزيدو من واسع فضله، والله يغنيه، والله يسهل على اي واحد كيدير صناعه المحتوى كيتقاتل على الكونتوني ديالو. ما بغيتيش يوتيوب اوكي، كاين المنصه ديال انستغرام. من التجربه ديالي ومن التجربه ديال البنات انا كنعرفهم شخصيا، في ظرف شهرين تقدر تحقق 100,000 متابع. انستغرام راه ماشي بحال يوتيوب غادي يخلصك، وانما داك العدد ديال المتابعين والتفاعل اللي غيكون عندك في الحساب غادي يجيبوا لك الشركات اللي غادي دير معاهم اشهارات وغادي تخلص منهم. وكاينين عده نماذج ديال الناس خدامين بحسابات انستغرام وكيدخلوا مداخيل شهريه محترمه، حتى هما الله يسهل عليهم والله يغنيهم من واسع فضله. ما بغيتيش انستغرام اوكي، كاينه منصه ديال تيك توك. تيك توك بحالو بحال انستغرام، يا اما غيجيب لك الشركات اللي غدير معاهم اشهار، يا اما كاينه واحد الطريقه ثانيه هي انك غادي تحل حساب بيتا. وهذا الشيء هو اللي الاغلبيه ديالكم ما عارفوش. باش تحل حساب بيتا كتحلو بواحد الطريقه معينه، اولا كتمشي تشري حساب من 200 حتى ل 500 درهم، وكتبدا تحط مقاطع على الحساب ديالك في تيك توك، وما حد دوك المقاطع كيجيبوا لك مشاهدات ما حد كتخلص على هذا الشيء. وكاينين ناس عندنا في المغرب هذا هو المصدر ديال الرزق ديالهم، الله يزيدهم والله يغنيهم من واسع فضله. ما بغيتيش انت كاع تصدع الراس ديال صناعه المحتوى، ممكن انك تتعلم شي مهاره بحال التصميم والبرمجه وتبدا تخدم مع ناس اللي ممكن ما كيعرفوش ديك المهاره ولا ما عندهمش الوقت باش يديروا داكشي، وتخلص مقابل ديك الخدمه اللي غدير ليهم. اسيدي انت ما تتعلم كاع حتى شي حاجه، دابا كاين الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يخدم في بلاصتك وانت تخلص. واضح. وكاينين الطرق التقليديه اللي كانوا شحال هادي، تاخذ واحد راس مال صغير دير بيه شي حاجه اللي انت كتعرف دير ليها، كتعرف طيب خذ دي كوموند، كتعرف ترسم الناس كادرات، كتعرف تبيع وتشري بيع وشري. ولكن هادشي ديرو بالمساعده ديال مواقع التواصل الاجتماعي، حيت هما اللي غادي يخليوك توصل بسرعه اكثر. استغل الحقبه الزمنيه اللي انت كتعيش فيها واستغل الظروف اللي عندك دابا. نعطيكم غير مثال بسيط، معظم ديال الناس دابا مابقاش عندهم الوقت باش يديروا بزاف ديال الحوايج. مثلا غير الحلاق باش يمشي ياخذ رونديفو عند الحلاق ويمشي يحسن ليه، خصو فين بلاصي طوموبيلته، خصو فين يدير هادي، غادي يخسر بزاف ديال الوقت. فانت ممكن تستغل هادشي. كنتي حلاق غادي تصاوب واحد الحساب في مواقع التواصل الاجتماعي وتبين فيهم على الخدمه ديالك، وغتبدا تنقل عند الناس اللي باغيين يحسنوا حتى لدارهم. فهكا انت غادي تكون رابح وحتى هو غادي يكون رابح، حيت ما غادي يضيعش الوقت باش يمشي عندك حتى للمحل ويتنقل حتى لعندك. فكروا بالتفكير ديال الوقت. ديلوكا استغل داكشي اللي في ايديه ديك الوقيته، استغل جوج حوايج اللي كانوا عنده واللي كان عطاه الطبيب اللي كان سميتو بيتر باك. اول حاجه استغل $1000 اللي كان عطاه، واستغل القصه اللي عاود لي على داك الرجل الناجح اللي بدا محل صغير ديال بيع الوجبات السريعه، واللي بقى ليه هو انه يمول ويعرف كيفاش يسير راسو بديك $1000 اللي كانت عنده ديك الساعه. في 1965 فريد ديلوكا كان شاب في عمره 17 عام، خدا الخبره من داك الخدامه اللي كان دوز في فتره حياته كامله، وديك الخبره اللي كان كون في هذه المده الزمنيه خلاته يقدر يحل اول محل صغير ليه لبيع الوجبات السريعه. كرا محل صغير في مدينه بريدجبورت، شرا الماتيريال فعلا الضروري واللي هو محتاج ليه، لدرجه انه شي حوايج بدا كيخدم فيهم بيديه باش يقدر يوفر الفلوس. وفعلا قدر يحل اول مطعم لبيع الوجبات الصغيره اللي سماه سابمارين، وفي اول نهار قدر يبيع 312 ساندويتش بسعر 60 سنت، وفرق المشروبات الغازيه على الزبائن ديالو فابور. وهادشي كامل كان دارو بوحدو، لدرجه حتى في الايام اللي كانت كتكثر عليه الخدمه كيعيط غير على ماماه باش تعاونو. فاشنو اللي خلى المحل يبيع دي كونتيتي كبار في اول نهار افتتح فيه؟ رغم انه بيع الساندويشات راه ماشي شي فكره اللي جديده، هي فكره اصلا كاينه. باش تنجح في شي حاجه ماشي ضروري تجيب شي حاجه من المريخ ولا شي حاجه اللي اصلا ما كايناش باش تقدر تنجح. تقدر تمشي شي حاجه اللي اصلا راها كاينه وغير تبدع فيها. مفهوم. نعطيكم مثال، المقاهي راه كاينين قرن زماره هذه من آلاف السنين وحنا كنشوفوا المقاهي. فالابداع اولا الفكره باش انك تقدم القهوه في واحد الطوموبيل متنقله وتوقف في الطرقان باش تقدم القهوه، فراه ابداع وفكره اللي جديده. حتى الفكره باش انك تحل محل مختص في تحضير انواع القهوه حتى هو كان ابداع وكانت فكره اللي زوينه.
فريد ديلوكا راه ماشي جاب شي فكره من السما ولا قلب عليها تحت الارض، فكره اللي اصلا كاينه حاول يبدع فيها ويحط اللمسه ديالو. فبدل انه يقدم وجبات سريعه اللي اصلا كلشي كيديرهم، اعتمد على جوج حوايج. اولا اختار شكل مميز خاص به غير هو، وهذا الشكل كان على شكل غواصه. اصلا هنا من جايه السميه ديال سابمارينز كتعني الغواصات. باي ذا واي هاد السميه تبدلات من بعد الصابواي، حيت اغلبيه الناس بدل ما يقولوا سابمارينز كانوا كيقولوا بيتزا مارينز. وشوف انت شحال كتعافر باش تسمي المحل ديالو، كيجيو في الاخر كيخسروك. وثانيا فكره الوجبات السريعه ديما كدينا لشي حاجه غير صحيه، الصوصات، كثره الزيوت، كثره الدهون. هادشي استغلوا ديلوكا للصالح ديالو، وبدل انه يبيع وجبات سريعه غير صحيه اختار انه يقدم وجبات سريعه صحيه، لدرجه انهم بزاف ديال الناس قدروا يخسروا الوزن ديالهم بسبب السندويشات اللي كان كيبيعهم ديلوكا. واشهر مثال على هادشي هو غاريد اللي قدر يخسر 111 كيلو من الوزن ديالو غير حيت كان كياكل السندويشات ديال ديلوكا كل نهار. من مورا الافتتاح ديال اول مطعم في 1965 عرف فريد ديلوكا بلي الطريقه الوحيده باش يقدر يطور المشروع ديالو هي انه يوسع شبكه المطاعم اللي عنده، حيت الطلب كثر على الهيلثي فود او الاكل الصحي. عرف بلي هذا المشروع الصغير خصو يتحول لمشروع اكبر، وباش يكبر المشروع ديالو خصو يتعلم بزاف ديال الحوايج على اداره الاعمال، وغادي خصو بزاف ديال الفلوس باش يقدر يحل فروع اخرين. في عام 1974 ديلوكا طبق استراتيجيه الفرانشيز او نظام الامتياز باش يقدر يوسع الفروع ديالو بالزربه وبتكاليف اقل. وهذا هو السر اللي قلت لكم في الاول اللي كنعرفوا ديلوكا واللي الاغلبيه ديالنا ما عارفينوش. داكشي علاش غادي نبغيك تحل معايا ودنك مزيان وتعطيني ودنك مزيان حتى الاخر. فاش يكون عندك واحد المشروع صغير اللي كيدخل لك واحد القدر ديال الفلوس، المهم داك المشروع غادي كيتمشى وانت باغي تطور داك المشروع وتحاول تدخل فلوس اكثر من هذا المشروع، اول حاجه ممكن تطيح لك في بالك هي انه تحل ليه الفروع، حيت الاغلبيه فينا عاد بادين فصعيب دير هادشي. فاهمين؟ فنظام الامتياز التجاري دار خصيصا لهادشي، وغادي يعاونك تحل بزاف ديال الفروع بتكاليف اقل وبلا ما دير شي مجهود اللي كبير بزاف. انت عندك واحد المشروع، هذا المشروع غادي تعطيه سميه، وغادا تقلب على ناس باغيين يحلوا مشاريع بحال عندهم غير الفلوس، وغتعطيهم حقوق الاستخدام باش يقدروا يحلوا مشروع بنفس الاسم ديال المشروع ديالك، وتعطيهم حتى نموذج العمل اللي انت غادي به، وهكا هما غادي يحلوا فروع المشروع ديالك، وانت غادي تاخذ واحد النسبه ديال الارباح اللي كيحقوها هاد الناس بلا ما دير حتى شي مجهود. واضح. وهذا هو السر اللي خلى ديلوكا يحقق ثروه من هذه الفكره. واش هادشي عندنا في المغرب؟ كاين عندنا وكاين في معظم الدول، وانت كل نهار كتشوف شركات خدامين بنظام الامتياز ولكن انت ما عارفش، بحال بيتزا هات، كارفور، ليفيز روشر، مروه، مينيسو. بزاف ديال الشركات خدامين بنظام الامتياز. والسؤال اللي غادي يجيك في بالك دابا هو انا منين غادي نقدر نجيب ناس عندهم الفلوس ويقدروا يحلوا فروع المشروع ديالي؟ البلايص اللي تقدر تلقى فيهم ناس مهتمين بشراء حقوق الامتياز غتلقاهم في معارض وملتقيات كيداروا عندنا في المغرب وانت ما جايب ليهم خبر. اول بلاصه هو صالون ماروك فرانشيز اولا معرض المغرب للامتياز، وكيتقام بشكل سنوي في مدينه الدار البيضاء، ملتقى الاستثمار والتجاره وكيتقام في الدار البيضاء وبعض المرات كيديروه في الرباط. فرانشيز اكسبو ماروك حتى هو كيتقام في مدينه الدار البيضاء، وتقدر تمشي حتى للغرف التجاريه اللي كاينين في مدينتك وتاخذ معلومات اكثر على هذا الشيء. معلومات بحال هادو الاغلبيه ديالنا ما كيعطيهمش اهميه، ودوك الناس اللي كيعطيوهم اهميه هما اللي كتلقاوهم ناجحين ومن اثرى الاثرياء، حيت من سابق المستحيلات كنا نكونوا لاباس علينا وكنا نكونوا ناجحين في حياتنا. فهادوك اللي كيكونوا ناجحين ومن اثرى الاثرياء كتلقاوهم كيديروا شي حوايج مختلفين على عامه الناس، وهذا هو الفرق. وخير مثال على هادشي هو فريد ديلوكا. في ظل نظام الامتياز قدرات تولي صابواي وحده من اكبر سلسله مطاعم في العالم، وفي 2020 كانت عند صابواي أكثر من 40,000 فرع في أكثر من 100 دولة. وهذا التوسع قدر يخلي صابواي تفوق على منافسين كبار بحال ماكدونالدز. من قصة حياة فريد ديلوكا يا صديقي خصك تخرج بستة ديال الحوايج. واضح. أول حاجة أنك تبدا من الزيرو ما كيعنيش الفشل، تكون عندك الفكرة أهم من أنه يكون عندك فلوس. جوج، اي فرصه تعطاتك ما تزقلهاش. الفرصه اللي تعطات لديلوكا ديك $1000 اللي سلفوا طبيب بيتر باك، والقصه اللي عطاه ممكن كانوا فرصه اللي ما عمره غادي يقدر يلقاهم من بعد. 3، ماشي مهم تجيب شي فكره اللي جديده، هذاكشي اللي عندك وكتعرف ديرو حاول تبتكر فيه وتبدع فيه اكثر. والاصح انك تقلب على شي مشكله اللي كيعانيو منها الناس وتحاول تلقى لها حل. هادشي اللي دار ديلوكا. مشكل ديال الناس مع الوجبات السريعه الغير صحيه حولوا الوجبات سريعه صحيه للصالح ديالو. 4، استراتيجيه التوسع الذكي. عمرك تبقى واقف في نفس البلاصه، حاول ديما تطور داكشي اللي عندك وتقلب على كيفاش توسع ودير فروع لداكشي اللي عندك.
5. تعلم من التجارب اللي كدوز في حياتك. اي حاجه دوزتيها راه غادي تتعلم منها شي حاجه. ومن الراي ديالي اي وظيفه دخلتي ليها ما تحقرهاش، حيت ضروري غدي منها شي حاجه ولو بسيطه غادي تنفعك في المستقبل. 6 واخر حاجه واللي هي اهم حاجه، الصبر والمثابره. باش تقول شي حاجه بالفم راه سهله، ولكن فاش كطيح في ارض الواقع عرف راسك بلي حتى شي حاجه ما سهله، غادي تطيح وتنوض شحال من مره باش تقدر تنجح. ما يمكنش تنجح بين ليله وضحاها، غدوز بزاف ديال المشاكل خصك تلقى لهم حلول. هذه هي سنه الحياه وهذه هي سنه النجاح. خصك تقاتل باش تبني راسك بشويه بشويه. حتى شي حاجه ما سهله يكذب عليك الكذاب. فاذا كان فريد ديروكا شاب اللي في عمره 17 عام قدر يبني امبراطوريه بحال صابوي من الزيرو، فراه حتى انا وحتى انت تقدر تحقق احلامك شنو ما كانت التحديات. النجاح ما عندوش علاقه بالفلوس، وانما عنده علاقه بالشغف، المثابره والتعليم المستمر. 3 الحوايج: الشغف، المثابره والتعليم المستمر. يعني يا صديقي استثمر في راسك، استثمر في راسك، استثمر في نفسك. العالم عامر بالفرص وكل تجربة هي خطوة باش تحقق أحلامك. وكانت هذه هي القصة ديال اليوم، وكانت هذه هي الشخصية المميزة ديال اليوم. كيهمني بزاف نعرف الآراء ديالكم حول هذه القصة ولا حول هذه الشخصية. إلا كانت عندكم شي شخصية في بالكم وبغيتوني ندويو عليها خليوها ليا تحت في التعاليق. شكرا على الوقت ديالكم، شكرا حيت وصلتوا حتى لهاد النقطة في الفيديو. وإلا كنتي وصلتي حتى لهاد الحد في الفيديو تنقول لك بلي أنا ممتنة ليك بزاف. شكرا من القلب. اللايك ديالك يا صديقي ويا صديقتي هو اللي غادي يخلي هذا الفيديو يطلع الناس آخرين. فإلا شفتي بلي هذا الفيديو يستاهل يوصل الناس آخرين ما تبخلش عليا باللايك ديالك. نتلاقاو إن شاء الله في الأسبوع القادم مع شخصية جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.